اللي بيميز عيد الغطاس مش بس القصب والقلقاس والمية، لكن عيد الغطاس هو العيد اللي السما قررت تفتح لنا وتكشف لنا سر علاقتنا بربنا وسر التغيير اللي حصل فينا. العيد ده احنا مش بس بنحتفل بذكرى قديمة، احنا بنحتفل باليوم اللي اتولدنا فيه من جديد. في الدقايق الجاية هنعرف ازاي الغطاس كان اعلان رسمي لبداية جديدة لكل واحد فينا. اول خيط في الحكاية وهو التبني. لما السيد المسيح نزل المية لقينا صوت من الآب بيقول أنت ابني الحبيب بك سررت. في الحقيقة الصوت ده ما كانش للسيد المسيح لوحده، ده كان لينا كلنا. وعشان الكنيسة تأكد لنا المعنى ده، في رسالة أفسس اللي بنقراها في تاني يوم العيد نلاقيه بيقول لنا أن ربنا اختارنا فيه منذ تأسيس العالم عشان نبقى أولاد لربنا. يعني في عيد الغطاس ربنا بيفتح لنا أحضانه وبيقول لنا انتوا خلاص ما بقيتوش غرباء، انتوا بقيتوا ولادي. وعلشان نعيش كأبناء بجد كنا محتاجين قوة تساعدنا، وده اللي بنلاقيه في رسالة تيتوس لما بيقول خلصنا بغسل الميلاد التاني وتجديد الروح القدس. والروح القدس ده هو اللي بيخلينا نقول بثقة يا أبا الآب. كل ده بيوصلنا لأهم نقطة، إننا بقينا نسخة جديدة. فاكرين في سفر التكوين لما اتقال وكان روح الله يرف على وجه المياه؟ المشهد ده اتكرر بالظبط في عيد الغطاس. السيد المسيح كان طالع من المية والروح القدس بيحل عليه، وكأنه بيقول لنا إن إحنا الخليقة الجديدة. وفي اللحظة دي ظهر الثالوث لأول مرة في التاريخ بوضوح. الآب بيحب والابن بيقبل الحب والروح القدس بينقل لنا الحب ده، وكل ده عشان يكون لنا نصيب من الحب اللي ما بين الآب والابن. ختاما، عيد الغطاس مش مجرد مية، ده سبق ملكية لقلبك. انت ابن محبوب مخلوق من جديد معاك الروح القدس. وزي ما بنصلي في الاسم وبنقول إذ أعطيتنا نعمة البنوة بحميم ميلادك الجديد. كل غطاس وانتم أغلى ولاد عند ربنا.